زمان كنت بستغرب جدا من الناس اللي بتقعد بعد كل صلاة في المسجد وتفضل تسبح وتقول أذكار. طب سؤال، بيجيبوا منين وقت دول وازاي عندهم طولة بال يقعدوا المدة دي بعد ما يخلصوا صلاة؟ يا جدع يا جدع، ده الواحد ما بيصدق يخلص الفرض ويطلع يجري. ممكن يكون علشان دول ناس كبيرة في السن مثلا، ما وراهم الشغل ولا حاجة. بس لا، ما في شباب كتير وناس شغالة اكتر بشوفها بتقعد بعد الصلاة. بس حتى يا معلم لو ده صح، يعني انا مش مضطر ان استنى واحد 10 دقايق قدام المسجد علشان سيادته قال ايه بيختم الصلاة، فاكر نفسه في الحرم ده ولا ايه؟ كان في سؤال دايما بيراودني، وهو مين فينا الصح، احنا ولا هما؟ ولو احنا صح فصح ليه؟ ولو هما غلط فغلط ليه؟ بصراحة ده كان حالي، ده كان تفكير على الناس دي، لحد لما حاولت أشوف وأعيش موقف الفقراء المهاجرين اللي راحوا للرسول علشان يشكوله إنه الأغنياء عدوهم في الثواب والفضل، رغم إنهم بيصوموا زي ما الأغنياء بتصوم وبيصلوا زي ما الأغنياء بتصلي، إلا إن الأغنياء سبقوهم في حتة الصدقة، لأن دول معاهم فلوس ودول مش معاهم فلوس. فالرسول فهم الموضوع وقال لهم حديث حلو أوي، يعني قال لهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يبقى هم هيتساووا مع الأغنياء. وتسبقون به من بعدكم، هيعدوهم. وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم حتى يفعل مثلما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله، يا ريت احنا عاوزين حاجة زي كده. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 مرة دبر كل صلاة. النهارده يوم سكريبتاوي شويه، يعني احنا معانا كام سكريبت هنكتبهم النهارده. سكريبت لقناه عبد الباسط انجلش هاب، ودي القناه اللي بنعلم فيها انجليزي، ممكن اغلبكم يعرفها، يعني اللي هي صاحبه اشهر جمله: وقبل ما تسكرول تعال اقول لك حاجه فل الفل. احنا عاملينها، يعني انا ماشيه ان شاء الله على رتم اللي هو رتم يعني هزار وكده يعني. بس فاللي حابب يتعلم هناك لغه يا باشا تعال مستنيينك. وبعد كده ان شاء الله احتمال يعني ممكن نكتب سكريبت تاني قناة باسط، رغم اني ما بحبش اكتب سكريبتات فيها، يعني بحب اكون يعني بتكلم تلقائي يعني وكده، بس هنشوف. فلنبدأ. حي على وطبعا يا صديقي، بعد ما احنا قطعنا في الناس اول الفيديو، الناس اللي كانت بتستنى في المسجد عشان تختم الصلاة، الظهر ان احنا اللي كنا غلطانين، واحنا ما كناش فاهمين قيمة ولا فضل الحاجة اللي كانوا بيعملوها. اتاريهم كان حاسبينها صح ولاد الذين من البداية، زي ما كل مرة بيحسبوها صح، وعارفين انه ختم الصلاة او الحاجة اللي بيعملوها دي تعدل في الاجر الحج والعمرة والجهاد. وده مش كلامي، ده كلام رسول الله. وبس كده يا صديقي، احنا كنا بنفضفض مع بعض. سلام. الله أكبر الله